في شوية أسباب بتحول القلب ده من قلب لين أو قلب سليم إلى قلب مريض. ومن أسباب قساوة القلوب أول حاجة الذنوب والمعاصي والبعد عن الله وانشغال بجمع المال. يعني إيه؟ يعني الواحد من كتر المعاصي، شخص من كتر المعاصي، من كتر ما هو ما بيعمل ذنوب، من كتر ما هو طول الطريق ماشي عمال يبص على البنات ويبص على اجسامهم، فقلبه بقى قاسي جدا جدا، بقى ما بقاش يحس، بقى مليان بالذنوب، خلاص قلبه قسى من كتر الذنوب اللي بيعملها. او شخص مثلا منشغل جدا في شغله بجمع المال، واللي هو بيشتغل ليل نهار، فبينسى يصلي، فبينسى يعمل حاجات كويسة او يساعد غيره. لا، انا مشغول ليل نهار في الشغل. زي مثلا كبعض او مدرس كان ليل نهار يعني الصبح في المدرسة، وبعد المدرسة يطلع يدي دروس، فما فيش وقت درس ولا درس ولا درس، فحتى بيدي دروس في وقت الصلاة عشان ما يضيعش حصة، ما يضيعش ساعة كده، فنسى العبادة ونسى اساسا اللي ربنا خلقه عشانه، ان هو يعبد الله، وان هو برضو يشتغل. بس الشغل ما ينفعش تشتغل ليل نهار وتنسى ربنا، ما ينفعش تقعد في المسجد ليل نهار وتنسى عملك. او اعتدل في كل امور حياتنا، لازم الاعتدال، لازم العبادة والعمل الاتنين بتاخد عليهم اجر. فده برضو شخص من كتر ما انشغل بالفلوس واللي هو يجمع الفلوس قلبه قسى جدا. تاني حاجة البيئة القاسية. للأسف لما يبقى فيه طفل مولود اتولد في بيت فيه أم وأب مش متفاهمين، فيه أم وأب مش بيشاركوا بعض، فيه أم وأب على طول يتعاركوا وعلى طول مشاكل قدام الولد، وفيه عنف، والأب عنيف جدا بيضرب زوجته ويبهدلها ويهينها ويعمل كده قدام الولاد، للأسف الطفل ده بيورث كل الصفات دي. اللي اتربى في البيت ده هياخد نفس الطبع ده، هياخد نفس الطبع، العصبية والعنف، هياخد كل القسوة دي. فهو عشان هو اتربى في بيئة غير سوية، فالطفل اللي هيتولد في بيئة غير سوية هيبقى برضو عنده مشاكل غير سوي. فده برضو حاجة مهمة جدا بتبقى سبب من اسباب ان القلب يبقى قاسي. ده برضو حاجة مهمة جدا وسبب مهم جدا ان القلب يبقى قاسي جدا على اللي حواليه، لان الطفل ده لما يكبر ويتجوز هيتعامل مع مراته بنفس الطريقة، بنفس القسوة، لان هو شايف ان ده عادي، وان انا ابويا كان بيتعامل مع امي كده، فهو هيورث الحاجة دي منهم. ثالث حاجة الصحبة القاسية والاختلاط بالناس اللي قلوبها قاسي. يعني لو فيها شخص كان قلبه سليم وقلبه لين وعنده رحمة وإنسانية في التعامل، اتحط في وسط ناس قلوبهم قاسية وعندهم شدة في التعامل مع الغير، بعد فترة الشخص ده بياخد الصفة دي منهم. فلو في مثلا لو زوج كان بيتعامل مع مراته كويس جدا وبيتعامل برحمة وإنسانية، حتى في الاختلاف كان بيتعامل بحكمة وكان بيتعامل بحنية معاها، لو حد زن في دماغه قاعد يلعبله في دماغه، ده انت بتعامل معاه بحنية كده ليه؟ ده الستات ما بيحبوش التعامل ده انت لازم تصبحها بعلقة وتمسيها بعلقة، ده انا بعمل مع مراتي كذا كذا كذا، وده انا مش عارف دي ماشية معايا دغري عشان انا بعملها بشدة. الشخص ده بعد فترة هيعامل مراته بشدة، وفعلا ده حالات من دي كتير حصلت، ان شخص كان كويس جدا مع زوجته او زوجة كانت كويسة جدا مع زوجها، وبعد فترة اتغيرت معاه بسبب الزن من الناس اللي ما بتحبش تسيب حد في حالها، من الناس اللي بتحب تخرب على الناس حياتها. انت بتعاملي معاه كده ليه؟ انت ده مش عايز التعامل ده عايز التعامل مش عارف، فتتحول من واحدة كويسة الى واحدة قلبها جامد او قلبها يقسى عليه. الرابع حاجة وهي الحسد والاستكتار على الناس النعمة، ان يبقى شخص بيحسد اللي حواليه وبيراقب اللي حواليه، ده برضو بيبقى قلبه قاسي جدا، يعني بيستكتر على الناس اي حاجة في ايديهم. اخر حاجة بقى هي التجارب المؤلمة والظروف الصعبة. يعني واحدة مثلا كانت كويسة، كانت اجتماعية
جدا، كانت بتحب الحنينة على الناس وتحب تختلط بالناس وتحب تتكلم وطموحة وفيها عندها طاقة كده وباور جميل. تتحول فجأة إلى شخصية انطوائية، شخصية ما بتحبش تتعامل مع حد. ده ايه السبب؟ التجربة اللي معاهم ممكن تكون الناس دي تعاملت معاها بقسوة، تعاملت معاها دي بإهانة، فخدت جنب وقررت اللي هي هتعتزل بعيد عن أي حد يأذيها، وقررت اللي هي تجمد قلبها أو تقسى على الناس دي. والظروف مثلا تحط الواحد حد يتعرض لأزمة مثلا مالية وملاقيش حد يقف جنبه، فالظروف تخلق منه واحد تاني قلبه قاسي. دي برضو من الأسباب اللي بتخلي القلب يقسى. أو مثلا الزوج والزوجة، زوجة كانت كويسة جدا وحنينة عليه ما تلاقيش المقابل ده، ما تلاقيه بتدي حنية وتدي وما تلاقيش مقابل، تلاقي قسوة أو جحود وبرود في التعامل وإهمال وعدم اهتمام. بعد فترة الزوجة دي بتاخد الصفات الزوج ده اللي هو الإهمال وعدم الاهتمام وقسوة في التعامل، لأن أنت تعاملت معاها لسنين طويلة بالطريقة دي، فهي هتاخد الصفة دي منك. فالزوجة دي بعد فترة تتحول من هي كانت كلها حيوية وكلها حب وكلها اهتمام من الغير، تتحول لشخصية انطوائية وتنعزل عن الناس بسبب اللي هي انطفت خلاص، بسبب الإهمال وبسبب المعاملة اللي مش كويسة أو بسبب الظروف القاسية اللي هي اتحطت فيها وما لقيتش حد واقف جنبها. فأنا عايزة أقول كلمتين كده للزوجة اللي مثلا زوجها بيعاملها ببرود أو ما بيهتمش بيكي، ما بيتكلمش معاكي، ما بينتبهش لكلامك، بيتجاهل كلامك على طول، مش ما بيسمعكيش. ده مش عيب فيكي، عشان الزوجة ساعتها بتقعد تلوم لنفسها وتقعد تجلد في ذاتها، اللي انا اكيد عملت حاجة، اللي انا فيا ايه، وتفقد ثقتها في نفسها ان زوجها بيتعامل معها كده عشان هي مش كويسة او هي وحشة او هي فيها حاجة، وتكتئب وتتعصب. لا اطلاقا. الزوج اللي بيهمل في زوجته ده او بيعملها بتجاهل او بيقسى عليها او ما بيحسش بيكي وانتي تعبانه، بيسيبك تتمرمطي لوحدك وتعملي كل حاجه لوحدك ومش بيساعدك، ده مش عيب فيكي انتي، ده عيب فيه هو وفي قساوه قلبه، هو اللي فيه المشكله مش انتي. فما تقعديش تلومي في نفسك وما تقعديش تعذبي في نفسك، مش عيب فيكي انتي، ده عيب فيه هو اللي عنده المشكله ولازم يدور عليها ويصلحها. انتي الطبيعي جدا ان احنا نبقى كويسين مع غيرنا، الطبيعي جدا ان احنا نحس بغيرنا، هو ده الاساس، هو ده الصح اللي ربنا خلقنا عليه، اللي احنا عندنا احساس بالغير، عندنا لين في قلبنا. الشخص المريض هو اللي عنده عكس كده، اللي هو عنده قساوة في قلبه، اللي هو عنده تجاهل. لان في ناس يعني من كتر ما تتعامل مع الناس دي اللي عندهم قسوة في قلوبهم بتفتكر ان الغلط منها هي، ان هي اللي غلط، اللي هي بتحس بغيرها، اللي هي الغلط اللي هي حنينة، او اللي هي الغلط اللي هي بتحب الاهتمام وتهتم بالغير، فهي بتستنى مقابل فما بتلاقيش المقابل، فبتجلد ذاتها اللي انا الغلط من عندي انا. لا، الغلط فيهم هما، الغلط فيه هو مش فيكي انتي. حاولي ان انتي تفضلي زي ما انتي عشان خاطر نفسك، مش عشان خاطر حد، عشان خاطر نفسك تفضل سوية وقلبك يفضل سوي. المشكلة مش فيكي، المشكلة في الشخص الجاحد او الشخص القاسي اللي بيتعامل بقسوة. المشكلة ابدا مش بيبقى في الشخص اللين اللي بيسوي اللي ربنا خلقه بفطرته دي. فاخر حاجة هتكلم فيها هي علاج قساوة القلوب. لو شخص لقى نفسه عنده قسوة في قلبه يعمل ايه؟ هل هو ممكن يتعالج؟ هل هو ممكن يتعافى؟ طبعا القسوة دي اصلا احنا ما بنتولدش بيها، دي حاجة بتكتسبها مع الوقت واسبابها اللي انا قلتها لكم. طب هي ايه علاج قساوة القلوب؟ اول حاجة اللي احنا نقرب من ربنا. القرب من ربنا جميل جدا وبيلين القلب. اللي احنا نذكر الله، اللي احنا نقرا القرآن، نتدبر القرآن. انت اصلا لو قريت القرآن الكريم هتحس، وقريته بقى وبتدبر وقعدت تقرا التفسير، هتحس ان قلبك ده هيلين، حتى لو حجر هيلين.
لو عايز تلين قلبك ده فاعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام ما نصح. واحد راح له قال له انا بشكي لك من قسوة قلبي، اللي انا عايز قلبي يبقى لين، انا قلبي قاسي جدا. راح النبي عليه الصلاة والسلام نصحه بايه؟ قال له عايز قلبك يلين امسح بايدك كده على راس طفل يتيم، او وتصدق على المساكين. يعني انت عايز قلبك لين عطف على الفقراء، عايز قلبك لين خد بعضك كده وروح زيارة لدار ايتام، شوف الاطفال هناك، شوف حس بيهم بفرحتهم اول ما بيشوفوا حد جاي يزورهم، اول ما يشوفوا حد جاي لهم اي هديه حتى لو حاجه بسيطه جدا. حس بالسيدات اللي هم بيبقوا في دار المسنين او كبار السن عامه اللي بيبقوا في دار المسنين، روح زياره لهناك، اسمع قصصهم، اسمع، هتحس بألمهم جدا. وفي قصص، في ناس هتحكي لك حكايات اساسا هتخليك تنهار وتعيط، وانت اول ما توصل للحالة دي فانت كده قلبك بيلين، بتحس بغيرك وتساعد غيرك وتعمل حاجات عشان تفرح غيرك. دي حاجة هتلاقي قلبك جدا. روح مثلا المستشفى، اي مستشفى فيها اطفال صغيرة مريضة، هتحس بألمهم وهتحس بوجعهم، هتحس ان انت في نعمة، فقلبك ساعتها عايلين. كلمتين في اخر الفيديو لكل بنت او ست بتعاني من قساوة القلوب، اللي انا عايزه اقولك راجعي نفسك، اللي اكيد في حاجات كتير شايلاها جواكي، حاجات كتير قوي وجعاكي، عشان كده قلبك قسى وقلبك هو قلبك ده بيعاني منها. فانتي حاولي تنسي وتسامحي وتعدي، وتفتكري ان التسامح ده صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وان ربنا وصانا دايما اللي احنا نزكي نفسنا ونطهر قلبنا، واللي احنا بنعمل كده فانت هتعملي كده عشانك، عشان نفسك. فانتي هتنسي اي حزن انتي شايلاه جوه قلبك. الحزن ده بيبقى عبارة عن ايه؟ كان في عالم بيقول ان الحزن ده والذكريات المؤلمة دي بتبقى عبارة عن زبالة الواحد شايلها جواه، فانتي لازم تطلعي الزبالة دي وترميها، فده عشانك. فلازم تطلعي اي ذكريات مؤلمة جواكي وترميها، تحاولي تنسيها، تحاولي اللي انتي ما تفتكرهاش وما تعذبيش نفسك كل شويه بفكرانها اللي هم عملوا فيكي حاجات كتير مؤلمه، واللي انتي تعذبتي جدا، واللي انتي اتألمتي. انسي كل ده عشان خاطر نفسك، عشان قلبك يرجع يلين تاني، ترجعي تاني تحسي بغيرك، ترجعي تاني تحبي الحياه، ترجعي تاني تتعاملي مع الناس برحمه. انتي اصلا جميله ورحيمه وطيبه، فعشان تحافظي على نفسك الطيبة دي الجميلة وعلى قلبك الجميل ده ما تشيليش جواكي اي زعل، ولا اي حد يزعلك تقعدي تشيلي وتتعصبي لا لا لا، تجاهلي على قد ما تقدري، تجاهلي وانسي وعدي على قد ما تقدري، عشان خاطر نفسك، عشان نفسك تستاهل اللي انتي تهتمي بيها وتهتمي بقلبك وتهتمي بجمال قلبك ولين قلبك. انا كده خلصت كلامي، ورب اكون فدتكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ويا رب وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش لو مش مشتركين في قناتي اشتركوا. شكرا جزيلا.